نعمل أجمل دبس رمان في البيت بكل سهولة. نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. متنسوش المتابعة واللايك عشان فيديوهاتنا كلها ووصفاتنا تظهر لكم وتستفادوا منها بإذن الله. نغسل الرمان كويس ونقطعه بالسكينة من النص وناخد نص الرمانة كده بالشكل ده، ونبتدي نجيب معلقة، مش معلقة الأكل، معلقة الغرف التقيلة شوية أو أي حاجة تقيلة عندك تقدري تخبطي بيها كده على الرمانة من النص ومن الحروف. هينزل معاكي الرمان كله في ثواني بالشكل ده. هنعمل كمية الرمان اللي عندنا كلها وناخدوها على طول على الخلاط او على الكبة من غير اي مية، ونبتدي ان احنا نضربها كويس بالشكل ده، ونكون محضرين مصفى تحتها طبق، وننزل بالرمان بتاعنا كده ونبتدي نصفيه بايدينا كويس، وننزل كل السوائل اللي موجودة في الرمان بالشكل ده. هنكون مجهزين قماشة نظيفة نصفي الرمان لتاني مرة فيها بالشكل ده كده. تمام قوي. هناخده على حلة على طول على النار تكون عالية، وبعد الغليان على طول هنخلي النار متوسطة. هيظهر على وش الرمان بتاعنا كده ريم، على طول نشيلوه، والافضل ان احنا نشيله بالصفاية. ليه بالصفاية؟ لان احنا لو شلناه بالمعلقة هيطلع معاكي كمية رمان كتير كل مرة، لان احنا طول ما هو بيغلي هيظهر الريم ده وهنفضل نشيل فيه، هتلاقي نفسك طلعتي كمية رمان كتير واحنا بنشيل الريم. فالافضل ان احنا نشيله بالصفاية، مش هنزود اي اضافات على الرمان وهيبقى معانا في منتهى الجمال. هنسيبه يغلي، نقلب ونشيل الريم. ده اخر حاجة كده. خلاص هو استوى معانا. بنحطه كده نص معلقة في طبق ونسيبها تبرد ونبتدي نختبرها. لو هي اتحركت معانا ببطء يبقى كده خلاص هو استوى. هنعدي صباعنا كده على دبس الرمان بقى بالشكل ده كده، هو تمام. هنجيب ازازة او برطمان معقم ونبتدي كده على طول ننزل دبس الرمان فيه ونحفظه بره التلاجة عادي خالص، هيبقى معانا جميل جدا وفي منتهى الجمال. نعمل بقى دبس الرمان في البيت ولا نشتريه جاهز؟ الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده ونعرف اذا كنا نعمل دبس الرمان في البيت ولا نشتريه جاهز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.